السلام عليكم. الله يمسيهم بالخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا حيا الله. اهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين الذي جمع هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه المنيرة، هذه الوجوه المضيئة، جمعها على المودة والمحبة، على التوادي والتراحم، على التعاطف والتلاحم، وعلى التعاون والتعارف فيما بيننا. وإن أكرمنا عند الله أتقانا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا أحكاما وحد لنا حدودا، فأحل النكاح وحرم علينا الزنا والسفاح. ويعتبر أيها الإخوة عقد النكاح من أجل وأعظم العقود عند الله جل وعلا، لأن فيه حفظ للنوع الإنساني، ولأن فيه بناء الأسرة والمجتمع بكامله. ويحقق الله عز وجل حكمته البالغة من خلق الإنسان والكون والحياة في هذا الكون الواسع. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله علمنا وأرشدنا وهدانا بفضله. الزواج سنتي وسنة الأنبياء من قبلي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والصلاة والسلام على ساكن هذه المدينة الطيبة المباركة، حضرة ساكنها سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى آله وأولاده ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحفل الكريم، قبل أن نبدأ مراسم هذا العرس الكبير وهذا الحفل العظيم، لا يسعنا إلا أن
نقف إجلالا وتعظيما لمن ارتقوا إلى الرفيق الأعلى، مدافعين عن شرف أمتهم وعقيدتهم وكرامتهم ومقدساتهم، ولنيل الشهادة في سبيل الله وحده ولإعلاء كلمة الله في الأرض. إلى جميع شهداء فلسطين وإلى جميع شهداء المسلمين الذين دافعوا عن أرض الإسراء والمعراج، عن ديار المقدسة، لهم منا ثواب الفاتحة. أيها الحفل الكريم، يسعدنا ويشرفنا ويطيب لنا، نحن عائلة الخطيب التميمي في مدينة خليل الرحمن، وفي الأرض الطيبة المباركة، أرض بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، والجاه الكريمة معنا من أبناء عمومتنا من مدينة القدس والخليل وخارجها، ومن أبناء عمومتنا كذلك أصدقاؤنا وجيراننا وأحبابنا ومن معنا. جئنا إلى البيت الفاضل الكبير، عائلة سلطان التميمي، العائلة العريقة التي تضمنا تحت لواء واحد، تحت لواء الصحابي الجليل تميم ابن عوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه العلاقة علاقة مودة ومحبة وعلاقة عقيدة سارية إلى يوم القيامة. نحن جئناكم وإلى ديوانكم وبيتكم العام طالبين راغبين يد كريمتكم المهذبة صاحبة الصون والعفاف الآنسة نور، كريمة السيد الوجيه الفاضل الطاهر، حفيد الأخ الكبير والصديق العزيز أخونا أبو صافي سلطان التميمي، للأخ الكريم والشاب المهذب العديد ورفيع التهذيب الأستاذ المحامي سعدي نعيم عبد المنعم الخطيب التميمي. جئنا على كتاب الله عز وجل القائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فعلى كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جئناكم آملين منكم تلبية طلب الجاهة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول أيضا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير أو كما قال. ويقول أيضا:
مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول أيضا: الزواج سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ولن أعترف به يوم القيامة. لأن الزواج سنة الأنبياء، والزواج نعمة، والزواج صيانة للرجل والمرأة. والحمد لله رب العالمين، ارتضينا بعريسنا وبدينه وبجاهته الكريمة، ونقول لهم: حللتم أهلا ووطأتم سهلا، وأهلا وسهلا بكم في بيتكم العامر، بيت آل سلطان التميمي، على الرحب والسعة. ومبروك لكم عروستكم، وألف ألف 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 مبروك. إن شاء الله ربنا يرزقهم الذرية الصالحة. ونقول كما علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير، بسر الفاتحة. فحي قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبارك عم. قوم هاللي فينا خي العريس، قوم هاللي فينا، وفرشوا لاقينا يا ابو العريس، فرشوا لاقينا، ولا تعتب علينا ام العريس، لا تعتب علينا، الصبايا ثوبنا اللي جينا، وليلتين وليلي واحنا مشينا، ليلتين وليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في هذا الموقع لا يسعني اولا الا ان اشكر اخواننا وابناء عمومتنا من آل سلطان التميمي، اولا لحسن الاستقبال، ثانيا لاستجابتهم لطلبنا اللي زادنا شرف، ثانيا بتقدم بالشكر الجزيل لكل ابناء عمومتي في مدينه الخليل وفي مدينه القدس، ولكل من آزرني في اول فرحه لإلي، وعلى راسهم شيخنا الجليل رئيس مجلس العائله الشيخ فوزي الخطيب، ابو محمد الحاج عزام الخطيب، وطوفة الحاج عزام الخطيب اللي شرفني بحضوره اليوم، وبقية أعضاء من زملائي في المجلس كلهم باسمه ولقبه. وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل لأبناء عمومتي في رابطة شباب عائلة الخطيب التميمي، وعلى رأسهم رئيس الرابطة ابن العم العزيز وسيد، وجميع أعضاء الرابطة كل واحد باسمه ولقبه. أبناء عمومتي، سعيد جدا بوقوفكم إلى جانب اليوم، سواء في المجلس أو في الرابطة أو أينما كنتم. فليدوم وتدوم أعضاء وشباب عائلة دار الخطيب التميمي معا إلى الأبد. كل الاحترام لكل أبناء العمومة، وشكرا مرة ثانية لاستضافتكم إخواننا وحبايبنا آل سلطان. شرفنا كثير فيكم. نورت والله. أنا لست شرفت يوم. أهلا وسهلا. وسبوها لأحلى عريس، وبزينه ما في مخلوق.